وهو الانتقال للمعاينة لمقر المتحف المصري والجامعة الأمريكية ووزارة الداخلية ومبنى مصلحة الأدلة الجنائية وسنترال باب اللوق وفندق رمسيس هيلتون، وذلك لإثبات نفي حدوث الفعل المكون للجريمة واستحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات. كما طلب أيضا الانتقال للمعاينة إلى مبنى مدرسة الفرير وشارع محمد محمود، مدرسة الفرير وشارع محمد محمود وشارع منصور والفلكي والشيخ ريحان، وكذلك مطعم كناري ومتجر سمعان للدهانات ومتجر سمعان للدهانات وكشك منصور ومأمورية ضرائب عابدين، وذلك لإثبات نفي حدوث الفعل المكون للجريمة واستحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات. كما طلب سماع شهادة كل من أولا فيما يخص جهاز أمن الدولة السابق والأمن العام اللواء طارق محمد إبراهيم واللواء شريف جلال الدين فؤاد واللواء عاطف أحمد أبو شادي واللواء أحمد سالم الناغي والعميد محمد عبد الباسط عبد الله والمدعو خالد محمد عبد الله سالم المصدر السري لجهاز أمن الدولة السابق. وفيما يخص النجدة والاتصالات استدعاء كل من اللواء ماهر حافظ محمد واللواء مصطفى أحمد توفيق والعميد رضا بشاي عبد المسيح. وفيما يخص مديرية أمن القاهرة وأمن الوزارة استدعاء كل من اللواء حسن محمود عزت حسن واللواء فؤاد محمد توفيق واللواء يحيى زكريا العراقي واللواء عبد العزيز فهمي حسن سالم والعميد نبيل رفعت رضوان. وفيما يخص أقسام القاهرة والجيزة
العميد هاني جرجس نجيب، والعميد محمد علي، والمقدم أحمد عطلة عبد الرازق عطلة، أحمد عطلة عبد الرازق عطلة، والعقيد أيمن أحمد الصعيدي، والمقدم خالد شاذلي منصور شاذلي، والعميد نبيل جميل عبادة علي، والعميد زكريا محمد فؤاد عبده حجازي، والعميد مجدي محمد عبد الله يوسف، والعقيد